وعن مكر الرجالة أتحدث. صحيح قلنا قبل كده إن كيدهن عظيم، بس الرجالة أمكرهم أعظم. ما تيجوا نشوف إيه اللي حصل. كان في راجل متزوج من امرأة سمراء اللون، والراجل ده كان فقير، ولما اغتنى وحالته المادية اتحسنت حب يتجوز مرة تانية، ففعلا فكر في الجواز من امرأة بيضاء اللون، واتجوز في السر من غير ما مراته تعرف. لكن الحقيقة مراته عرفت بالخبر. لما عرفت زعلت جدا وغضبت. الراجل قال لها: أنا راجل كبير ما يتغرش عليا، وإنتي كمان امرأة ما يتغرش منك لأنك أيضا كبيرة، لكن أنا ما عنديش أفضل ولا أعز منك. إنتي الخير والبركة، إنتي الفضل كله ليكي، مفيش حد ممكن ياخد مكانك. الست طبعا لما سمعت الكلمتين دول هديت وسكتت. قال لها: ايه رأيك؟ انا بفكر نعزم زوجتي الجديدة هنا عندنا على الغدا علشان الألفة والمودة ونتجنب اي شماتة. فالست وافقت. قال لها: بقولك ايه، خدي الدينار ده وعاوزك تعملي غدا يكون حلو ويليق بيكي علشان ما تحسش ان انتي اقل منها. وفعلا اخدت الدينار عشان تجهز غدا يليق بيها. وراح بعد كده لزوجته الجديدة. قال لها: بصي، انا زوجتي عزمانة بكرة على الغدا، وطبعا عاملة غدا حلو، فانا عاوزك تجيبي لها هدية وتاخدي الدينار ده تجيبي هدية كويسة تليق بيكي علشان ما تحسش ان انتي تبقي اقل منها. وفعلا اخدت الدينار وراح لصاحبه بعد كده وقال له: بقولك ايه، انا عاوزك تيجي بكرة على الغدا، وهيبقى زوجاتي الاتنين موجودين، بس طالب منك طلب. عاوزك تسألني وتقولي مين أحب زوجة لقلبك. طبعا أنا هرفض في الأول، لكن عاوزك تصمم وتصر على السؤال. فقال له: ماشي. وفعلا جم تاني يوم للغدا، وكان الراجل وزوجاته الاتنين وصاحبه جه سأله وقال له: مين أحب زوجة لقلبك؟ الراجل